السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال تانية ثانوي، ازيكم يا أبطال عاملين إيه؟ النهارده ميعادنا مع مراجعة شهر إبريل بأمر الله إن شاء الله، وهنعرف الوحدة الخامسة بالتفصيل بتتكلم عن إيه. بس قبل أي حاجة يا بطل ما تنساش دعمك للقناة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأهم حاجة شير القناة لباقي زمايلك عشان الكل يستفيد. كوباية القهوة المدينة بتاعتك، يلا معايا بقى كده ونبص على الكلمات ونشوف هي بتقول إيه. محل عام، لوكالي، مطبخ، كوتشينا، طبق، بياتو، منتج، بردوتو، طبق خاص مميز بالإقليم، سبيشاليتا ديلا ريجيوني، سبيشاليتا ديلا ريجيوني، مشروع بروجيتو، خضروات، فردورا، وجبة، باستو، إقليم، ريجيوني، لحظة، مومنتو، مساعدة، ايوتو، فريق، سكوادرا، عمل، لافورو، بديل، الترناتيفا، فاكهة، فروتا، مسابقة، جارة، بطاقة معايدة أو كارت، كارتولينا، صوص البيستو أو الريحان، بيستو، أصناف جانبية، كونتورنو، الفطار، لا كولاتسيوني، الغداء، برانزو، العشاء، تشينا، وجبة خفيفة يا إما ميريندا أو سبونتينو. تمام كده يا شباب؟ بطاطس مقلية، بطاطيني، مقبلات، أنتيباستو، دخان، فومو، وصفة، ريتشيتا، ساعة يد، أورولوجو، عائلة، فاميليا، الريف، كامبانيا، علاقة، رابورتو، عضو، ميمبرو، أرز، ريزو، وجبات سريعة، فاست فود، سعرات حرارية، كالوريا، لحوم، كارني، سلطة، انسلاتا، سمك، بيشي، طاقة، انرجيا، طماطم، بومودورو، بيف ستيك أو شريحة لحم، بستيكا، راعي، باستوري، ثانوية عامة، ليتشيو، مشروم أو عيش الغراب، فوندي، حلوى، دولتشي، منتج من لحم الخنزير، بروشوتو. بالنسبة للأفعال، ينصح، كونسيلياري، ينفق، اسبنديري، يطبخ، كوتشيناري، يقدم، بيرزنتاري، يشمل، كومبرينديري، يسأل، كييدري، يتعاون، كولابوراري، يحمل، بورتاري، يتذوق، السجاري، يعد، بريبراري، يتناول الغذاء، برانزاري، يتناول العشاء، تشيناري، يتناول الفطار، فاري، كولاتسيوني، ينظم، أورجانيتساري، يقضي أو يمر، بساري، يحاول، تشيركاري دي، يتجنب، إيفيتاري، يتذكر، ريكورداري، يطلب، أورديناري، يستهلك، كونسيوماري، ينسى، ديمنتيكاري، يتكون من، كونسيستيري دي، ينضج، كوتشيري، يعمل، لافوراري، يتكلف، كوستاري. بعد كده يا شباب الصفات: صحيح، جوستو، غذائي، أليمنتاري، إقليمي، ريجيونالي، متحمس، انتوسياستا، مستعد أو جاهز، برونتو، رائع، استوبيندو، طازج، فريسكو، تقليدي، تيبيكو، محظوظ، فورتوناتو، مفضل، بريفريتو، مقلي، فريتو، مسلي أو ممتع، ديفيرتنتي، عاشق أو محب، إناموراتو، غائب والعكس حاضر، الغائب اسنتي والحاضر بريزنتي، أفضل، ملياري، لطيف أو رقيق، كارينو، جاد، سيريو، شره أو نهم، جولوزو، نباتي، فيجيتيريانو، من نابولي، نابوليتانو، متحد أو موحد، أونيتو، مستخدم، أوزاتو. بالنسبة للتعبيرات يا شباب: في عجلة من أمره، مستعجل يعني، أفيري فريتا، نهاية العام، فيني أنو، نهاية الأسبوع، فيني ستيمانا، يطلب مساعدة، كيدري أيوتو، بالتعاون مع، إن كولابوراتسيوني كون،
باختصار in breve لديه رغبة في avere voglia di يشعر بالعطش avere sete بهدف أو لكي allo scopo di ذو مذاق قوي dal sapore forte على السفرة a tavola سويا insieme فقط solo بمفرده da solo بعض qualche كل ogni على أي حال comunque. عمل جماعي lavoro di squadra لحسن الحظ meno male يتوقف على dipende يا خبر accidenti سواء أو sia شجرة العائلة albero genealogico يشعر بالجوع avere fame لديه نقطة ضعف من avere on debole بير في نهاية الوجبة alla fine del pasto مكرونة متوسطة الطهو باستا al dente بالهناء والشفاء buon appetito نهاية fine والعكس بداية inizio بل أو على العكس anzi أو invece يساعد dare una mano بتساوي aiutare يجب أو ينبغي bisogna ومعاها فعل في الايه في المصدر. بعد كده بيقول لك ادوات المائده اللي قدامك بتتحط على السفره. في عندك كلمه شوكه فوركيتا سكينه كولتيلو ملعقه كوكيايو فوطه سفره توفاليولو طبق بياتو كوب بيكييري فنجان تاتسا زجاجه بوتيليا. طيب يا شباب نيجي بعد كده نشوف القطعة دي بتتكلم عن ايه ونحلها ازاي مع بعض. بيقول لي هنا oggi in classe النهارده في الفصل المدرسة ha spiegato ai ragazzi شرحت للولاد che devono cucinare اللي هو ماذا يجب عليهم يعملوه في الايه بالنسبة للحفلة بتاعة نهاية العام. Loro possono preparare una specialità delle regioni di loro genitori o il piatto preferito di qualche cantante o attore famoso. هم يستطيعوا أن يحضروا أو يجهزوا أو يعدوا الطبق الخاص بأقاليم والديهم يشوفوا أكتر أكلة كانت مشهورة عندهم إيه ويعملوها أو الطبق المفضل لمطرب ما أو ممثل مشهور. E un lavoro di squadra إنه عمل جماعي. I ragazzi possono preparare hamburger e patatine fritte. I ragazzi devono lavorare in piccoli gruppi. الأولاد يجب عليهم العمل في مجموعات صغيرة. in collaborazione وبمساعدة con i loro genitori والديهم. I ragazzi non possono preparare hamburger e patatine fritte. لا يجب عليهم ان هم يعدوا او لا يستطيعوا ان يعدوا الهمبرجر والبطاطس المقليه دوت فاست فود وهم عايزين يعملوا اطباق حقيقيه متنوعه. ما devono preparare piatti vari ولكن يجب عليهم تحضير اطباق متعدده او متنوعه. ogni gruppo كل مجموعه può scegliere يمكنها ان تختار antipasto نوع من انواع المقبلات وصنف الاول وصنف تاني. alla fine في النهاية i ragazzi الولاد presentano i piatti in classe هيقدموا الأطباق بتاعتهم في الفصل e possono assaggiare tutti gli altri piatti ويستطيعون أن يتذوق كل من الآخر الأطباق بتاعتهم. i ragazzi sono molto entusiasti الأولاد بيكونوا متحمسين جدا e vogliono iniziare subito وعايزين يبدأوا فورا في الحال il loro progetto di lavoro مشروع العمل بتاعهم. نبص على الأسئلة كده بيقول لي in questo progetto i ragazzi devono في هذا المشروع الولاد يجب عليهم طبعا الإجابة المفروض هتبقى cucinare specialità della regione طهي الأطباق الخاصة بمقاطعة والديهم. تمام كده. طبعا هنا مساعدة والديهم في المطبخ لا ما تنفعش. يتذوق أطباق فيري مختلفة لا هم المفروض الأول يقدموا الأطباق. تحضير الهمبرجر والبطاطس المقلية برضك لا يبقى الإجابة هتبقى طهي الأطباق الخاصة بالأقاليم بتاعة والديهم. رقم 2
Come devono lavorare i ragazzi in questo progetto؟ كيف يجب عليهم العمل الأولاد في هذا المشروع؟ هيشتغلوا ازاي في المشروع ده؟ In piccoli gruppi، ده عمل جماعي. In piccoli gruppi، في مجموعات صغيرة. طيب رقم 3، i ragazzi possono chiedere aiuto، الولاد يستطيعوا أن يطلبوا مساعدة من مين؟ اي جينيتوري، من والديهم. آخر سؤال عندي بيقول لي i ragazzi devono presentare i piatti per، الولاد يجب عليهم تقديم الأطباق من أجل إيه؟ حفلة نهاية العام. هم بيعملوا ده عشان حفلة نهاية العام. تمام كده يا شباب؟ نيجي بعد كده للجزء الخاص بالجراماتيكا، صفات الملكية. ركز بقى معايا كويس قوي كده علشان احنا هنستكمل الدرس اللي احنا أخدناه الترم اللي فات. بص يا سيدي، صفات الملكية عندي أنا قلت لك إني بتعتمد على ايه، او هي عباره عن ايه؟ حلقه وصل بتوصل ما بين الشخص المالك والشيء المملوك. الحاجه دي تخصني انا، فبنحط في النص صفه ملكيه. فالسؤال لو جالك مثلا بالشكل ده كده، النقط هنا اهي، يحط لي في الاول هنا قبل النقط مين؟ شخص مالك متمثل في الضمائر اللي قدامي دي يا شباب. طب ويحط لي بعد النقط ايه؟ شيء مملوك. هي بقى تيجي في النص هنا عشان تربط ما بين الاثنين دول، صفة الملكية. طيب يتم اختيارها على حسب مين؟ بص يا سيدي الفاضل، الشخص الملك يحدد الشكل، والشيء المملوك بيحدد نوع وعدد. يعني حضرتك لو لقيت بعد النقط شيء مملوك مفرد مذكر او جمع مذكر، مفرد مؤنث او جمع مؤنث، فانت بتحط الاداه او الصفه بناء على كده. طب والشخص الملك لازمته ايه؟ بيتحكم في شكلها فقط. هو ممكن تبقى ميو ولا تو ولا سو على حسب ما هنشوف دلوقتي. خلينا نتخيل مع بعض كده ان بعد النقط جالك شيء مملوك مفرد ايه؟ مفرد مذكر. يبقى صفه الملكيه لو الحاجه دي تخصني، وليكن بقول ده موبايلي انا، ده صديقي انا، ده كتابي انا، الحاجه دي بتاعتي، ايوه، صفه الملكيه يا شباب اسمها il mio. طب لو الحاجه دي تخصك انت، il tuo. طب لو هو او هي، il suo. طب لو احنا نحن، il nostro. طب لو انتم، il vostro. طب لو هم او هن، il loro. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب ننفذ يا سينيور ان الشيء المملوك اللي جالي بعد النقط هنا كان مفرد مؤنث، صديقتي مثلا، ده مثلا عباره عن ده مفتاحي مثلا، وهكذا. ده مفرد مؤنث ويخصني انا، يبقى صفه الملكيه اسمها لا ميا. لو حاجتك انت او انت، لا توا. لو هو او هي يبقى لا سوا. نحن يبقى لا نوسترا. تمام كده؟ لو حاجتكم انتم يبقى لا فوسترا. لو هم او هن لا لورو. ماشي. طب الحاجه اللي عندي بعد النقط يا سنيور طلعت جمع مذكر، يعني كنت بقول صديق بقت اصدقائي، موبايل بقت موبايلاتي، كتاب بقى كتبي، حاجتي انا. ايوه، في الحاله ديت صفه الملكيه مع ايو هيبقى اسمها اي مياي. ولو انت او انت اي تواي. ولو هو او هي اي سواي. ولو نحن اي نوستري. ولو انتم اي فوستري. ولو هم او هن اي لورو. طيب طلع الحاجة اللي عندي بعد النقط يا سنيور جمع مؤنث. دي العربية بتاعتي بقت عربياتي، دول صديقاتي، الحاجات دي بتاعتي انا. ايوه، صفة الملكية يبقى اسمها لي مية. ولو الحاجة دي تخصك انت او انتي، لي توي. ولو هو او هي يبقى لي سوي. ولو نحن لي نوستري. ولو انتم
لي فوستري، ولو هم او هن لي لور. هنا بقى يا شباب هنعرف امتى نحط اداة تعريف وامتى ما نحطش اداة تعريف في حالة وجود افراد عائلة. بص معايا كده بيقول لك ايه؟ قاعدة بتقول لك افراد عائلة مفرد، هنعمل ايه؟ هنقول لا تأخذ أداة تعريف، لا تأخذ أداة تعريف. ما تحطش أداة تعريف. تمام كده؟ تقول لي على طول ميو بادري أو ميا مادري، ابويا او امي، اخويا، اختي. ما بنحطش اداه ايه؟ تعريف. طيب القاعده الثانيه بتقول لك ايه؟ في حاله وجود افراد عائله جمع، نعمل ايه؟ قاعده هتقول لي هنا تاخذ اداه تعريف. حط اداه تعريف. تقول لي مثلا فراتيلي، يبقى اي ميي فراتيلي، اخواتي الصبيان. ما قلتش فراتيلو اخ، ده انا قلت اخواتي. تمام كده؟ يبقى هنحط هنا ايه؟ مياي عشان ده جامع مذكر. طب لو عايز اقول اخواتي البنات لمية سوريلي، اهو لمية سوريلي اهو يا شباب. تمام كده؟ فانا حطيت لمية وهنا حطيت امياي. تمام. طيب القاعده الثالثه بتقول لك ايه؟ بتقول لك في حاله افراد عائله مدلله او مصغره. دلل تدليل يعني من الدلع وكده، او اصغر حاجه اخر العنقود التصغير. نعمل ايه؟ نحط ولا ما نحطش؟ القاعده بتقول لك تاخذ اداه تعريف. تاخذ اداه تعريف. يعني زي ايه كده يا سينيور؟ زي ما مثلا بقول بادري رحت قايل بابا اهو بالشكل ده. مادري رحت قايل مكانها ماما بالشكل ده. هنحط اداه تعريف عادي جدا. هنا هتقول لي الميو بابا ابويا، وهنا هتقول لي لاميا ماما مامتي اهو. هنا حطيت اداه تعريف وهنا حطيت اداه تعريف لان ده مدلل وده مدلل. تمام؟ طيب هو كم فرد عيله يا سنيور مدلل؟ هم 6. مين هم ال6 اسامي دول؟ الاب والام بابا، وعندك كلمه الام ماما، وعندك كمان كلمه الاخ الصغير اخر العنقود فراتيلينو، وعندك الاخت الصغيره سوريلينا، وعندك كلمه الحفيد او الحفيده نيبوتينو او نيبوتينا. دول كده بالنسبه لي التدليل والتصغير اللي هم بياخدوا ايه؟ ياخدوا اداه تعريف. حط لهم اداه ايه؟ تعريف. اخر حاله عندي وهي لورو. ولورو ديت يا شباب بتاخذ اداه تعريف في كل حالاتها. تاخذ اداه تعريف في جميع حالاتها. حط يا حبيبي اداه تعريف في كل الحالات بتاعتها. بتاخد اداه تعريف حتى لو فرد عيله مفرد، حتى لو فرد عيله مفرد. وهنعرف منين؟ هيبان دلوقتي في الايه؟ في الاسئله. لو انا جيت مثلا قلت نقط بادري ايه بوونو، في الاختيارات قلت لك يا ترى هنختار ميو ولا الميو ولا التو ولا السو. سؤال تاني يجي يقول لي مثلا باسو لمية فاكانسي نقط كون
نقط كوجيني. في الاختيارات بقول لك إمياي إتواي لمية ميو. تعال نمسك المثال الأول كده. بدر فرد عيلة إيه؟ فرد عيلة مفرد يا سنيور. طب فرد العيلة مفرد ياخد ولا ما ياخدش أداة تعريف؟ ما ياخدش أداة تعريف. طب يبقى الإجابة إيه الصح؟ ميو. تمام كده؟ طب هنا بيقول لك أنا بقضي الأجازات بتاعتي أبناء عمي. هو مين اللي بيقضي؟ أنا. طب أنت عرفت منين من إن هو أنا؟ من بصوا يا حبيبي، تصريف الفعل مع إيو. أنا بقضي الأجازات مع أبناء عمي أنا جمع مذكر، يبقى إيمياي. الإجابة الأولى. طيب تعال نبص كده على الأسئلة. زي ما أنت شايف كده دي أفراد العائلة المفردة، زي كلمة نونو الجد، بدر الأب، لوتزيو العم أو الخال، فراتيلو الأخ، نونا الجدة، مدر الأم، زيا العم أو الخالة، سوريلا الأخت، كوجينو ابن العم، ماريتو الزوج، نيبوتي الحفيد. وهنا نيبوتي اسم شاذ يمشي حفيد أو حفيدة. تمام كده؟ فيليو الابن، كوجينا بنت العم، موليه الزوجة، نيبوتي أرض الحفيدة، كلمة شاذة أهي، لا فيليا الابنة. تمام؟ طيب تعال نبص كده على الإيه يا شباب؟ الأسئلة. أول سؤال بيقول لي إيه؟ لويزا e Sandra hanno fatto compiti. لويزا وساندرا دول إيه؟ هما الفاعل بيساوي ضمير لورو. تمام. hanno fatto compiti. هحط إيه؟ هتحط طالما لورو في كل حالاتها بتاخد أداة تعريف يبقى إيه لورو كومبيتي. أهي. عملوا واجباتهم خلاص كده. طيب راجاتسي يا ولاد بتساوي ضمير فوي عشان في فيرجولا. كومي باساتي بتقضوا ازاي؟ جورناتي انستاتي ايامكم في الصيف. طيب يا سنيور مين الشيء المملوك؟ الشيء المملوك اهو يا حبيبي. ده جمع ايه ده؟ ده جمع مؤنث يا بابا. جمع مؤنث. طيب مين اللي بيملكوا؟ الولاد اللي هي بتساوي مين؟ فوي. يبقى ايه الصح؟ لما صفة الملكية تيجي مع فوي وجيب في جمع مؤنث شيء مملوك بعد النقط. مظبوط. ليفوستري. دور عليها كده اهي. نيجي بعد كده بيقول لي كارلا ابيتا فيتشينو اسكوولا. كارلا تسكن بالقرب من المدرسة. كازا ان فيا جاريبالدي. مين الشيء المملوك؟ كازا. مفرد ايه؟ مؤنث. مين الشخص المالك؟ كارلا. بتساوي مين؟ لي. الشيء المملوك مفرد مؤنث مع الضمير لي يبقى هتبقى الإجابة لا سوا أهي. لا سوا كازا منزلها في شارع جاريبالدي. تمام؟ طيب ايو نون سو كوتشيناري انا ما بعرفش اطبخ. بصوا كيدري ايوتو انا ممكن اطلب المساعده نقط مادري. طيب مادري فرد عيله ايه؟ فرد عيله مفرد ما ياخدش اداه تعريف. والكلام هنا مع مين؟ مع ايو. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى ميا. الاجابه الاخيره ميا مادري. السؤال اللي بعده اي جروبي ديفونو بريزنتاري. المجموعات يجب عليهم تقديم بياتي alla festa di fine anno. المجموعات هي الفاعل بتساوي الضمير لور. من الشيء المملوك؟ بياتي. جمع ايه؟ جمع مذكر. طب جمع مذكر مع الضمير لورو يبقى الاجابه اي لورو اطباقهم. تمام. او سبيسو توتي انا بقضي كل. تمام كده. سولدي فوميتي. هنا المفروض سبيسو كانت تبقى اسبنتو. انا بانفق. انفق يعني المفروض دي كده معلش انا هعدلها ان تو. هتبقى او اسبنتو توتي انا انفقت كل فلوسي على القصص المصوره. طيب انا هنا بتكلم عن نفسي وفي نفس الوقت سولدي الشيء المملوك جمع ايه؟ جمع مذكر. يبقى المفروض اقول او اسبنتو توتي امياي سولدي. الاجابه الاولى امياي سولدي. تمام كده يا شباب. ده بالنسبه لصفات الملكيه. ركز معايا بقى في اللي جاي علشان هناخد مع بعض المواقف ونحل عليها. ما تروحش في اي حته. كوبايه قهوتك ويلا تعالى. في المواقف عندي يا شباب هنا سؤال عن الملكيه. الحاجه دي بتاعت مين؟ والنوع الثاني بيتكلم عن تعبير عن الملكيه. بقول ان دي حاجتي او حاجه فلان. ففي السؤال عن الملكيه
chiedere possesso. هقول دي كي لمن يكون إتوا أو إتوا أتكون ملكك أو أتكون ملكك. sono i tuoi يكونوا ملكك. sono li vostri حاجتكم ديت تكون حاجتكم أو أشياءكم. تمام. questi sono piatti del vostro gruppo. هؤلاء يكونوا أطباقكم أو الأطباق بتاعتكم بتاعت المجموعة. أطباق المجموعة بتاعتكم. هؤلاء يكونوا أطباق المجموعة بتاعتكم أنتوا. يبقى وضعك بسأل. يبقى كده كل دوت اسمه إيه؟ chiedere possesso. السؤال عن الملكية. فلما يجي يديني أمثلة دي كي sono questi regali fantastici. لمن تكون هذه الهدايا المذهلة أو الرائعة. بيسأل عن الملكية. باولو إيتو كويستو زاينو. يا باولو أهذه تكون حقيبتك. بيتكلم أيضا عن إيه؟ سؤال الملكية. كويستا إلى ماليتا دي كيارا. هذا يكون تيشيرت كيارا. التيشيرت ده بتاع كيارا. بيسأل عن إيه؟ عن الملكية. طب التعبير عن الملكية الجزء الثاني من المواقف. أنت بقى بتعبر عن الملكية أو بترد أو بتجاوب. إيه ميو أو إيه مية تكون ملكي لو مذكر أو مية ملكي لو مؤنث. كويستي إيمياي فيستيتي نووفي. هذه تكون ملابسي الجديدة. كويستا إلى كازا دي أليسيا. هذا يكون منزل أليسيا. تعال نبص كده على الأمثلة. سي إيميو. نعم إنه يكون لي أو ملكي. كويستا إلى ميا بارسا. هذه تكون حقيبة اليد بتاعتي. كويستو الميو شيلولاري نووفو. هذا يكون موبايلي الجديد. طيب الشق الثاني من الصفات أو المواقف وصف العائلة. لما يكون بتتكلم عن وصف العائلة يبقى النوع الثاني من المواقف اللي عندي وصف العائلة. يبقى أنا عندي الملكية السؤال والرد وعندي وصف العائلة. اتكلم عن العائلة بتاعتك. La mia famiglia è grande, piccola, unità. يعني إيه؟ أو فيليتشي أو دي سي بيرسوني. عائلتي تكون كبيرة صغيرة متحدة سعيدة من 6 أشخاص. كل ده وصف العائلة. Ho un fratello. Ho 2 sorelle. أنا عندي أخ. أنا عندي أختين. تمام. الأمثلة. La mia famiglia ha 5 persone. عائلتي لديها 5 أشخاص. بتتكون من 5 أشخاص. Io ho un fratello e 2 sorelle. أنا عندي أخ وأختين. La mia famiglia è grande e unità. عائلتي تكون كبيرة ومتحدة. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نبص على الأسئلة. هنختار إجابتين طبعا. Quando chiedo possesso. لما أجي أسأل عن الملكية هنختار إيه؟ أول حاجة دي كي لمن تكون. تمام كده؟ دي كي كويستا ريفيستا. المجلة دي بتاعت مين؟ طيب إيه تاني يا شباب؟ إيه توا كويستا ماكينة. هذه تكون سيارتك. يبقى كده الإجابة وإيه؟ سؤال عن الملكية. Quando parlo della famiglia. لما أجي أتحدث عن العائلة هقول إيه؟ هقول Ho 2 fratelli. أنا عندي أخين. Ho una sorella. وعندي أخت. تمام كده؟ كده الحديث عن العائلة. Esprimo possesso. لما أجي أعبر عن الملكية هقول إيه؟ هقول questa la mia macchina. هذه تكون سيارتي. هقول إيه كمان؟ سي mia questa macchina. نعم إنها تكون سيارتي. طيب دي كلها فاميليا اي بيكولا اي فيليتشي. لما اجي اقول ان العائله بتكون صغيره بس سعيده يبقى الاجابه هنا ايه؟ ديسكريفو لا فاميليا. انا بوصف العائله. ماشي. وايه كمان يا شباب؟ بارلو ديلا ميا فاميليا. اتحدث عن عائلتي. تمام كده يا شباب؟ طيب كوماندو كييدو بوسيسو. لما اجي اسال عن الملكيه هختار ايه؟ هقول دينو ايتو كويستا ستوتشو. يا دينو هي دي بتكون المقلمه بتاعتك. تمام. ايه تاني؟ دي كي كويستا ستوتشو لمن تكون هذه المقلمه. تمام كده يا شباب؟ والى هنا يا صديقي نكون الحمد لله انتهينا من الوحده الخامسه. فاضل بس معايا جزء صغنون كده هنحل مع بعض امتحان شامل على الوحده كلها علشان نبقى
ربنا كرمنا وخلصناها على خير، وان شاء الله في فيديو قادم هيكون في شرح الوحده السادسه، وبعد كده انتظر مني المراجعه النهائيه على المنهج كاملا بامر الله ان شاء الله. اهم حاجه دعمك للقناه يا بطل هو اللي هيفرق معانا، وما تروحش في اي حته عشان انا لسه ما خلصتش الفيديو بتاعي، لسه معانا امتحان هنحله دلوقتي مع بعض. كوبايه القهوه لو خلصت قوم املاها تاني وركز معايا في الامتحان اللي جاي ده. ودلوقتي يا ابطال تانية ثانوي وصلنا للمحطه الاخيره من مراجعتنا النهارده، وهي ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان شامل على الوحده الخامسه. ركز معايا كويس قوي يا بطل ونبدا بالقطعه ونشوف بتتكلم عن ايه. طبعا هنا بيقول لي تشاو البرتو اوجي دومينيكا فادو دا ماريا كون جوليا ايدينو بربراري اون بياتو بير لا فيستا دي فيني انو. اهلا يا البرتو، النهارده يوم الحد، انا اذهب عند ماريا مع جوليا ودينو علشان نجهز الطبق اللي هو بتاع حفله نهايه السنه. دوماني غدا دوبيامو بورتاري البياتو ان كلاسي، يجب علينا احضار الطبق للفصل ونقدم باختصار كده الوصفه بتاعته. بير نوي بالنسبه لنا ديفيتش اللي بيكون صعب ان احنا نطبخ يعني، ولهذا احنا طلبنا مساعده من مامة ماريا اللي هي تعد او تجهز، اللي بتعرف تجهز كويس قوي شرائح اللحم المشويه على طريقه فيورنتينا، ودي الاقليم الخاص بيها لا سوا سبيشاليتà ريجيونالي اللي هي خاصه بالاقليم بتاعها. سيامو فورتوناتي، احنا محظوظين بيركي لا ماما دي ماريا، لان مامة ماريا اتشيتو دي كولابوراري كون نوي، قبلت انها تتعاون معانا. ما ابيامو انكورا اون بروبليما، بس احنا لسه عندنا مشكله. ogni gruppo deve essere di 5 studenti، كل مجموعه يجب عليها ان تكون من 5 طلاب. perché non partecipi con noi، ليه ما تشتركش معانا عشان نقفلهم 5؟ aspetto la tua risposta، انا منتظر ردك. طبعا ماضي باسمه تحت باولو. كوست ايميل، الايميل ده بيتكلم عن ايه؟ حفله نهايه السنه. تمام، الاجابه تشي. chi dà una mano ai ragazzi preparare il piatto، مين اعطى يد المساعده تمام كده للولاد؟ مين اللي ساعدهم؟ مامة ماريا. اوكي. سينسا البرتو الجروبو دي باولو بدون البرتو مجموعه باولو فيها كام واحد؟ طبعا كواترو ستودنتي. تمام. كواندو لا فيستا دي فيني انو، متى تكون حفله نهايه العام؟ هو قال لك النهارده الحد رايحين نجهز الطبق عشان نقدمه بكره، يبقى المفروض لوني دي يوم الاثنين. القطعه الثانيه يوسونو احمد، انا اسمي احمد، عندي 20 سنه وبدرس في الجامعه. لا ميا فاميليا اي جراندي، العيله بتاعتي بتكون كبيره. الميو بابا سكياما عمر، بابايا اسمه عمر وبيشتغل في فندق. لا ميا ماما سكياما سميره، مامتي اسمها سميره ولا تعمل ربة منزل. اون فراتيلو دوي سوريلي، عندي اخ واختين. ميو فراتيلو سكياما محمد، اخويا اسمه محمد. دي تشوتو اني، عنده 18 سنه وبيدرس في المرحله الثانويه. ميا سوريلا سكياما، اختي اسمها هبه عندها 13 سنه وبتدرس في المرحله الاعداديه. ثم يوجد ايضا اختي الصغيره خالص ساره عندها 7 سنين تمام كده، والتحقت بالمدرسه الابتدائيه. في الصباح انا بذهب للجامعه. البوموريجو بعد الظهر كده وقت العصريه كده. تورنو اكازا، برجع المنزل، بنتغدى كلنا مع بعض، اول ما بيرجع بياكلوا. كواندو فينيسكو، وعندما انتهي من المذاكره بتاعتي بعمل ايه؟ بساعد اخويا واخواتي في المذاكره. وفي نهايه الاسبوع بنروح نقضي اليوم عند جدي علي وجدتي امينه. اول سؤال، تي كوانتي بيرسوني الى فاميليا دي احمد، اب وام واربع ابناء، يبقوا كده في قلب بعض سي بيرسوني. طيب بالنسبه لاحمد، احمد طالب في الجامعه يبقى بيدرس في الجامعه. طيب كيكوزا فا احمد ابينا تورنا اكازا، لما بيرجع البيت طبعا بياكل بيتغدى معاهم. كومي لا فاميليا دي احمد، العيله بتاعت احمد وقال لي كبيره، بس انا مش شايف الاجابات هنا كبيره، يبقى الاجابه سعيده ومتحده. تمام. بالنسبه لسؤال المواقف يا شباب، لما اجي اتكلم عن عائله اليسيا هقول ايه؟ طبعا هقول ان اليسيا عندها اخ واختين. وايه كمان؟ العيله بتاعت اليسيا جميله وتكون كبيره.
تمام، يبقى دي وتشي، دي وسكوزا وايه. بعد كده لما اجي اسال عن الملكيه هقول ايه؟ هقول طبعا في الملكيه السؤال يبقى ساي ديكي كويستا كذا، تعرف لمن يكون هذا المنزل. طيب وايه تاني يا شباب؟ كويستا كذا ايتوا، هذا المنزل يكون ملكك، المنزل ده بتاعك. يبقى انا كده بسال، يبقى الاجابه بي وايه. لما اجي اشوف السؤال اللي بعده بيقول لي لا ماكينه انجليزي، السياره الانجليزيه دي بتكون بتاعه والد جوليا. طيب يبقى انا هنا بعبر عن ملكيه، يبقى اسبريمو بوسيسو. وايه كمان؟ تبقى الاجابه بي اللي هي انديكو، ديكي لا ماكينه، اشير لمن تكون هذه السياره. نيجي بعد كده سؤال الجراماتيكا. يا ستيفانيا، خد بالك ان ستيفانيا بعدها فيرجولا بتساوي الضمير تو، والشيء المملوك مفرد مذكر يبقى التو. بالامس السؤال دوت كده من الوحده الثالثه الترم اللي فات، زمن الماضي. بالامس كازا، بالاتوبيس بتاع مدرستنا. بالامس انا عدت الى المنزل باتوبيس المدرسه بتاعتنا، يبقى سونو تورناتو الاجابه الاولى. نوي ابيامو اونكاني، احنا عندنا كلب والكلب ده اسمه شيكو. احنا الشخص المالك والكلب شيء مملوك مفرد مذكر، تبقى الاجابه هتبقى إل نوسترا، الكلب بتاعنا اسمه كذا. رقم 4 بيقول لي يا راجاتسي وبعدها فيرجولا يعني بتساوي الضمير فوي. ايوه، يجب عليكم احضار او تجهيز الاطباق الخاصه بالوالدين. تمام كده، والدين مين؟ والديكم انتم. يبقى الاجابه هتبقى اي فوستري، والديكم. طبعا فرد العيله المفرد ياخد اداه تعريف عادي جدا. اسكوزا فرد العيله الجمع بياخد اداه تعريف عادي جدا. بعد كده بيقول لي ستاماتينا، هذا الصباح باولو. تمام كده. السؤال دوت من الوحده الرابعه يا شباب، الوحده اللي فاتت. فعل ناقص في الزمن الماضي. بعد النقط لقيت الفعل اللي عندي حركه وانتقال اندار، يبقى انا عايز اسري بالتبعيه. باولو هو الفاعل، يبقى انا هقول اي دوفوتو بتبعيه المفرد المذكر. ايو سونو فورتوناتو، انا اكون محظوظ. المعلمه بتاعتنا دمها خفيف ومهذبه. طب انت عرفت منين ان كلمه انسينيانتي مفرد مذكر مش مؤنث؟ ما هي كلمه جوكر. الصفه يا حبيبي اللي جت بعد منها سيمباتيكا مفرد مؤنث. طبعا يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ معلمتي لاميا. تمام. بالنسبه للسؤال الخاص بالايميل بيقول لي تشاو دينو، اهلا يا دينو. ايضا في مصر يوجد الكثير من المطاعم الخاصه بالفاست فود، الاكل السريع، الوجبات السريعه. كوانتي فولتي الميزي مانجي الفاست فود، كم عدد المرات اللي انت بتاكلها في الشهر فاست فود؟ تاكل كم مره في الشهر فاست فود؟ كي كوزا مانجي دي سوليتو، وبتاكل ايه عاده؟ ماضي باسمه تحت باولو، فانا هقول تشاو باولو، اهلا يا باولو. تمام. انا باكل كم مره فاست فود في الشهر؟ هروح قايل له ايو مانجو، انا باكل الفاست فود، باكل فاست فود دوي فولتي الميزي. انا باكل فاست فود في الشهر مرتين. تمام كده. طيب بتاكل ايه عاده فاست فود اللي بتحب تاكله؟ اروح قايل له ايو مانجو دي سوليتو، انا باكل عاده. ها بتاكل ايه يا حبيبي؟ بيتزا، لا بيتزا. بس كده. طيب بالنسبه للسؤال الاخير عندنا وهو التيمه، بيقول لي لا tua scuola prepara una grande festa، المدرسه بتاعتك بتعمل حفله كبيره او بتحضر لحفله كبيره، احكي واكتب امتى الحفله دي وهتعملوا ايه، هتحضروا ايه. طب انا هتكلم عن حفله نهايه العام، فاروح قايل كويستانو، هذا العام، لا ميا سكوولا، مدرستي، اورجانيتسا، هتنظم una grande festa، حفله كبيره عشان ايه؟ بير
il fine anno من أجل نهاية العام. متى تكون الحفلة؟ ممكن أقول له la festa الحفلة ستكون la domenica prossima. الحفلة هتكون يوم الحد الجاي. طيب هنعمل ايه؟ ماذا يجب علينا ان نعد او نجهز؟ هروح قايل noi dobbiamo يجب علينا ان نعد، يبقى noi dobbiamo preparare i piatti veri. يجب علينا أن نعد أطباق متعددة أو متنوعة أو مختلفة per la festa di fine anno. يجب علينا أن نعد أطباق متعددة أو متنوعة من أجل حفلة نهاية العام. وإلى هنا يا صديقي نكون بفضل الله والحمد لله انتهينا من مراجعة شهر إبريل الخاصة بالوحدة الخامسة. عايزك تركز معايا في كل أجزاء الوحدة، نطق الكلمات، تنطق ورايا الكلمات وتكتبها عشان تثبت في دماغك، هنحتاجها في الإيميل والتيمة وترجمة القطع. بالنسبة للجراماتيكا صفات الملكية سهلة جدا، أفراد العائلة، ولازم تتك على النقطة دي كويس، المفرد ما ياخدش، الباقيين بياخدوا عادي جدا. لازم تطبق ومني على طول أول بأول وتحل. أي سؤال بقى يقف قدامك يا بطل اكتب لي في الكومنتات أو ابعت لي على رقمي على الواتس وأنا هجاوبك بأمر الله إن شاء الله. أشوفكم على خير الفترة الجاية ونجهز ونستعد، امتحانات قربت وهنعمل مع بعض إن شاء الله مراجعة ليلة امتحان عن منهج شامل بأمر الله، تكون مراجعة تليق بيكم كده وربنا يوفقنا ويوفقكم ونقدر نعمل حاجة تستفيدوا منها. دعمك للقناة هيفرق معانا كتير جدا، لازم تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وشير القناة ديت للجميع عشان الكل يستفيد. اشوفكم على خير ان شاء الله. سنيور اسلام، تشاو.